السلام عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أحبكم إلي، يعني الناس اللي بحبها، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، والناس اللي هتكون قاعدة جنبي يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، يعني الناس اللي بتتميز بحسن الخلق. وليه هنا رسول الله اختار حسن الخلق؟ لأن حسن الخلق هو أتقل شيء في ميزان الأعمال يوم القيامة. فلو أنت عايز تقعد جنب النبي يوم القيامة، فلازم تتميز بأربع حاجات. أول حاجة، تحفظ لسانك من الغيبة والنميمة والبهتان، لأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. تاني حاجة، عدم الفضول، لأن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. تالت حاجة، عدم الغضب، لأن المؤمن القوي هو اللي يتمالك نفسه عند الغضب. رابع حاجة، حب الخير للناس، فيقول رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاوعى تنسى دول وزود على دول مكارم الأخلاق عشان خاطر تكون يوم القيامة قاعد جنب النبي. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان خاطر المعلومة تنتشر لكل الناس. فالدال على خير كفاعله، والدين نصيحة. سلام.